قدمت كتير على شغل على موقع أبورك ومحدش رد عليك. في الفيديو ده هقولك على 6 نصايح هيساعدوك تاخد أول شغلانة ليك على أبورك. أول نصيحة هي مستوى الشغلانة أو مستوى الوظيفة. يعني إيه؟ لازم تبقى عارف إن موقع أبورك بيقسم الشغل اللي عليه ل3 مستويات من الخبرة: entry level المبتدئ، intermediate المتوسط، والإكسبرت اللي هو الخبير. طيب ده هيفرق في إيه؟ لو أنت الأكونت بتاعك جديد معلهوش أي تقييمات أو شغل قديم، العميل لو عايز حد خبرة، حد expert، لو قدمت على الشغلانة دي وانت ما عندكش دليل، مفيش شغل قبل كده، مفيش تقييمات، هيبقى صعب ان هو يثق فيك. حتى لو شغلك كويس برضو مفيش دليل من الموقع، مفيش حد اشتغل معاك وقال ان انت فعلا شغلك كويس. طيب هل ما ينفعش نقدم؟ لا، ممكن تقدم عادي، ولكن احنا مش عايزين نخسر كونكتس كتير في الاول، احنا عايزين ناخد اول شغلانة باسهل طريقة. فيفضل بلاش اكسبرت في الاول، يعني تركز اكتر على الانتري ليفل والانترميديت. طيب دي هتعرفها ازاي؟ اي شغلانه هتلاقي هنا مثلا انتري ليفل، ده المستوى المطلوب، هنا انترميديت كده. فيفضل ان اول نصيحه لو الاكونت بتاعك جديد تركز على الانتري ليفل والانترميديت. تاني نصيحه هي عدد اللي مقدمين على الوظيفه. يعني ايه؟ يفضل برضو للمبتدئين او للناس اللي الاكونت بتاعها جديد، يفضل ما تقدمش على شغلانة مقدم عليها اكتر من 10، لان لنفس السبب احنا مش عايزين يبقى فيه منافسة كتير واحنا ما عندناش دليل ان شغلنا كويس، احنا عايزين ناخد اول شغلانة. طيب هنعرف ازاي ان اللي مقدمين 10 او اقل او اكتر؟ هنا ممكن في number of proposals ممكن نحدد، ممكن less than 5 ونحدد مثلا من 5 ل10. طيب هنتأكد ازاي او هنعرف منين ان مفيش اكتر من 10 قدموا؟ ندخل على اي وظيفة مثلا زي دي، ننزل هنلاقي هنا عدد البروبوزلز، هنا مقدم من 5 ل10، يعني احتمال يكونوا 5 وممكن يكونوا وصلوا ل10. تمام. طيب فدي اول نصيحة، نركز على الحاجات اللي معلهاش منافسة كبيرة. تالت نصيحة هي وقت التقديم. لو انت من اوائل الناس اللي قدموا فانت فرصتك اكبر بكتير، لان انت البروبوزل بتاعك هيتشاف الاول، وممكن العميل يكون مستعجل عايز يشغل حد بسرعة، او حتى لو مش عايز يشغل حد بسرعة فرصة انه يقرأ البروبوزل بتاعك هتبقى اكبر. فعلشان كده الوظائف اللي لسه نازلة مثلا من 4 دقايق، ممكن لو عملنا ريفريش تاني نلاقي حاجة تاني. يعني هي دي الفكرة، لو لحقت تقدم بسرعة ده هيديك أفضلية. النصيحة اللي بعد كده إنك تبدأ البروبوزل بتاعك أو الرسالة اللي بتبعتها للعميل علشان تاخد الشغلانة أو علشان يشغلك، تبدأها باسمه. طيب ده هيفيد في إيه؟ هيحسسه إن أنت قريت لو هو كاتب اسمه في الجوب ديسكريبشن هيحسسه إن أنت قريت الشغلانة، أو كمان اهتميت ودخلت تدور على اسم العميل، ده هيديله ثقة. طيب هتجيب اسمه منين؟ في مثلا شغلانه زي كده العميل ممكن يكون ماضي من تحت في اخر الجوب ديسكريبشن او اخر الوصف بتاع الشغلانه، ممكن يكون كاتب اسمه، ده هيسهل علينا الدنيا. طيب لو مش كاتب اسمه نعرف اسمه منين؟ ممكن لو مش كاتب اسمه نرجع للشغل اللي قبل كده نشوف تقييمات او الفيدباك بتاع الفريلانسرز، ممكن يكون حد فيهم كاتب اسم العميل مثلا بيشكره باسمه. يعني هنا worked with لورينزو، هنا العميل ده مثلا اسمه لورينزو. تمام، هو نفس العميل اللي احنا شفناه ماضي رينز، هي يعني رينز لورينزو ده حتة كده الاسم الحركي بتاعه، ممكن نتأكد تاني اهو لورينزو فعلا. تمام، فانت لو بدأت البروبوزل بتاعك مثلا بدير لورينزو ده هيديله ثقة كبيرة. بس يعني هنا في الحالة دي هو كاتبها ومسهل الدنيا، ممكن مثلا في حد تاني
هو مش كاتب اسمه، نعمل معاه كده مثلا توني was amazing. هنا العميل ده اسمه توني، لو هنلاحظ هنا في الشغلانة دي هو مش كاتب اسمه، فدي هتديك أفضلية على الناس اللي مقدمة. ممكن تلاقي كتير مش عاملين حاجة زي كده، ده هيديله ثقة إن أنت قريت واهتميت. النصيحة اللي بعد كده هي إزاي تكتب بروبوزل، ودي النصيحة الأهم. لو أنت الإنجليش بتاعك بعافية شوية وعايز تكتب بروبوزل قوي يجيب لك شغل، نعمل إيه؟ أبسط حاجة ممكن نستخدم تشات جي بي تي. عايزين نختار شغلانة نجرب عليها أي حاجة، مثلا ايميل ماركتينج، ماشي. هنعمل ايه؟ هناخد الجوب ديسكريبشن، الوصف بتاع الوظيفة او الشغلانة، ناخده كوبي ونروح للتشات جي بي تي نقول له مثلا write a proposal to apply for this job، ونرمي له الجوب ديسكريبشن. طيب اول حاجه طبعا انت لازم تقرا الجوب ديسكريبشن. انا ما قريتش دلوقتي، بس انت طبعا لو هتقدم على حاجه لازم تقرا بالتفصيل، وبعد كده تديها لشات جي بي تي. هنا شات جي بي تي كتب موضوع تعبير، كتب اكتر يمكن من العميل طلبه، فاحنا ما ينفعش نبعتها كده، ما ينفعش نبعت حاجه بالمنظر ده كده. تمام. طيب امال هنعمل ايه؟ ابسط حاجه كده نقول له مثلا make it shorter، صغرها، نشوف هيوصلها لايه. هنلاقيه ماشي صغرها شويه، بس برضو العميل لو شاف المنظر ده هيعرف ان انت عامل البروبوزل ده بالاي اي، فممكن نقولها له تاني make it shorter لحد ما احنا طبعا بعد ما نقرا ونشوف الكلام نوصل لرسالة شكلها كويس. طيب احنا اتفقنا ان احنا اول حاجة هنبدأ باسمه، فممكن ننزل نشوف اسم العميل. ده اسم العميل، مثلا نقول له client name كذا عشان يعدلها. تمام. اسمك انت بقى من تحت ممكن تقول له my name مثلا مارتن. تمام. عايز تخلي الموضوع شكله بشري اكتر، يعني ما يبقاش منظم قوي كده، ممكن تقول له make it one paragraph مثلا. طيب بعد ما تشات جي بي تي كتب لك البروبوزل ده هتاخده زي ما هو، ولو الشروط اللي قلناها ماشية مع الشغلانة هنبعتها. طيب ودول كانوا أهم نصايح يساعدوك تاخد أول شغلانة ليك. لو عجبك الفيديو واستفدت متنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك، وشكرا.